4 يوليو المريخ هيبقى في الدرجة 352 في الجوزاء بيتك السادس، هيقترن بأورانوس في الدرجة 352 برضو بيتك السادس. ومعنى كلمة اقتران يعني الاتنين في نقطة واحدة. كوكب الشقلبة المريخ راكب فوق منه، فيحصل ايه بقى؟ هذا الاقتران يعتبر من اقوى احداث الفترة ايها الجدي. البيت السادس بيتعلق بالعمل اليومي والروتيني والصحة والالتزامات العملية، ومع اقتران المريخ كوكب الطاقة والحركة كوكب الجنس مع أورانوس كوكب الكهرباء والشقلبة، فقد تحدث تغيرات مفاجئة في بيئة العمل أو جدول الحياة اليومية الروتين بتاعك، أو قد تظهر مسؤوليات جديدة بشكل غير متوقع، أو يحدث تغيير في فريق العمل أو أسلوب الإدارة يحدث فيه تغيير. البعض قد يقرر تغيير في نظام حياته بالكامل، البعض التاني يفكر في إدخال تقنيات وأساليب حديثة في العمل، البعض هيجي على المستوى الصحي. أنا أنصح بعدم إرهاق جسمك أو التسرع، لأن أورانوس بيزيد عنصر المفاجأة والحوادث الناتجة عن الاستعجال، وربنا يكفيكوا شر الحوادث. السبيكة بقى لما بتقابل شعاع زي ده بتقدر تصدر له، والطاقات السلبية كلها اللي احنا ما بنشوفهاش السبيكة بتتفاعل وتتناغم وتتعامل معاه ومع كل هرمونات جسمنا. طيب 4 يوليو الشمس في برج السرطان في بيتك السابع أيها الجدي، عامل خماسي مع كايرون في الطور بيتك الخامس، يبقى كده البيت السابع والخامس. هذه الزاوية إيجابية بتساعد على إصلاح العلاقات، على تحسين التفاهم مع الشريك أو الحبيب أو الأشخاص المهمين في حياتك. الشمس في البيت السابع بتركز الضوء على الشراكات، بينما كايرون في البيت الخامس بيمنح الفرص لمعالجة جروح عاطفية أو حتى استعادة الثقة بنفسك. قد تنجح في الوصول لحل لمشكلة عاطفية أو تفاهم كان صعب في الفترة السابقة، كما يمكنك أن تستفيد من نصيحة أو موقف ممكن يساعدك على رؤية الأمور من زاوية مختلفة وأكثر نضجا. 4 يوليو المريخ في الدرجة 4-25 في الجوزاء بيتك السادس، عامل زاوية سداسي مع نبتون في الدرجة 4-25 في الحمل بيتك الرابع. هذا السداسي يضيف قدرا من المرونة وقوة الحدس إلى الطاقة القوية الموجودة في البيت السادس. المريخ هيمنحك النشاط وهيمنحك الحركة في العمل، نبتون هيمنحك في البيت الرابع هيساعدك على إيجاد حلول هادئة وذكية للمشكلات العائلية والمهنية، وقد تنجح في التوفيق بين مسؤوليات العمل وبين ما يطلبه منك البيت والمنزل، وممكن تكتشف طريقة أكثر راحة أكثر كفاءة لإنجاز المهام. كذلك بتدعم هذا السداسي الأعمال العلاجية والأعمال الشفائية والتخطيط طويل الأمد